موقف غير أخلاقي للكوميدية المغربية بعرض مؤخرتها. تعرضت الممثلة الكوميدية أسماء العربي لانتقادات واسعة بسبب عرضها الفكاهي الأخير ضمن مهرجان كوميديا بلاناكا الدولي للضحك، بعدما تعمدت الحديث عن المؤخرة بطريقة مثيرة للجدل. ووضعت العربي نفسها في موقف لا تحسد عليه بعد تداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأخيرة من عرضها الكوميدي تسخر فيه من اعتماد بعض السيدات على مظهرهن الخارجي لقضاء أغراضهن الخاصة. واعتبر العديد من النشطاء أن أسماء العربية حاولت إثارة البوز بحديثها عن المؤخرة، إلا أنها لم تتفوق في ذلك، حيث جاء في أحد التعاليق: إشهاد المستوى، وصلنا ليه إشهاد الانحطاط الأخلاقي. يشار إلى أن فعاليات مهرجان كوميديا بلانكا الدولي الذي نظم بكنبسة القلب المقدس بالبيضاء اختتمت فعالياته أول أمس السبت، والذي عرف مشاركة كل من محمد باسو ورشيد رفيق وأسامة رمزي، بالإضافة إلى الثنائي إدريس ومهدي وزهير زعير وأيوب إدري ووهيبة بويه، الذين قدموا وصلات فكاهية لقيت تجاوبا كبيرا من قبل عشاق الفكاهة، وحولت الكنيسة إلى ملاذ للضحك والفرجة. إلا عجبكم الفيديو الخوت خلوا معكم شي اشتراك وشي لايك.